اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد تحياتي لله، وتحيات الكابتن بمسي خالد على بيومي. حضرتك وعلى الكابتن خالد طبعا. اهلا بيك يا حسام، ربنا يخليك. خدت احسن لاعب في الفريق، ها؟ اه الحمد لله يا كابتن. مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، شكرا. احكي لي عن تجربه رايزا سبورت في الفتره الماضيه وصعودك للدوري الممتاز. هو طبعا يا كابتن هي كانت تجربة بالنسبة لي، كانت صعبة شوية في الأول. امم لأن طبعا زي ما حضرتك عارف كانت بالنسبة لي إن أنا كنت راجل موجود متواجد مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات وكده، كان من المتوقع يعني لو أنا هطلع بره مصر كنت هطلع في مكان في دوري ممتاز وكده، لكن الظروف برضو ما ساعدتنيش لأن الوقت كان ضيق شوية. امم وكان الفترة دي كنت أنا مرتبط مع المنتخب الأولمبي، فما كانش في وقت إن أنا يعني أفكر في حتة التنقلات بره وكده، لكن الحمد لله يعني جه موضوع تركيا ده وهو ربنا كان رايد يعني إن أنا أكون موجود في المكان ده، والحمد لله يعني رحت وكان ليا دور، والحمد لله قدرت إن أنا أصعد مع الفرقة يعني. ان شاء الله ناوي تكمل كابتن حسام ان شاء الله؟ اه اكيد طبعا يا كابتن، اتمنى طبعا ان انا اكمل. يمكن كام انا سنه زي ما ماضي قلت، العقد؟ لا هو انا رايح على سبيل الاعاره اه. من النادي المصري. امم لكن انا عندي موجود في عقدي في النادي المصري شرط جزائي ان هو لو اي نادي بره مصر عاوز حسام حسن بيخاطب النادي المصري وبيدفع الشرط الجزائي، وحسام حسن بيطلع بره مصر يعني. نعم. كابتن حسام، انا اعرف ان زمان كان نادي الزمالك كان خلاص قرب من كابتن حسام حسن قبل موضوع احداث بورسعيد، وبعد كده النادي الاهلي دلوقتي بيفاوض حسام حسن. مم. دي يعني قول لي بقى المعلومه ايه فيهم؟ يعني معلومه فيهم بالظبط. انا عارف ان الكابتن حسام حسن او حسام حسن كان ماضي في نادي الزمالك او كان هيمضي في نادي الزمالك تقريبا. لا هو انا بصراحه ما مضيتش في نادي الزمالك، هو فعلا كنت كان في على كلام سبيل انك وكده. 90% كنت هتمضي في نادي الزمالك. اه كان في كلام وكده، بس هو زي ما انا قلت لحضرتك كانت الفترة دي ما كانش في وقت، يعني كنت انا دايما متواجد مع المنتخب الاولمبي. تمام. والفترة اللي هي بتاعت نادي الزمالك دي انا كان عندنا معسكر مع المنتخب الاول، كنت في عمان على ما اعتقد، وكان طلعت بعدها على طول جه موضوع تركيا ده. طب النادي الاهلي فتح معاك الباب؟ اه كان في كلام الفترة الأخيرة من النادي الأهلي وكده. امم لكن انا زي ما انا قلت لحضرتك، انا اي لعيب في مصر واي لعيب في الوطن العربي يتمنى اللي هو يلعب في النادي الاهلي ونادي الزمالك، انديه كبيره. لكن انا الفتره الاخيره دي انا كنت يعني المواضيع دي كلها كنت قافل عليها خالص، وكنت بفكر بس اهم حاجه ان انا اظهر بشكل كويس نعم. واظهر باداء كويس، لان ده هيساعدني هنا اللي انا مثلا انا موجود بلعب في نادي درجه تانية، فممكن ما اكونش متشاف بشكل كويس. فاكيد انا كنت مركز ان انا ان شاء الله اعمل حاجه كويسه، والحمد لله يمكن جالي كذا حاجه هنا في تركيا وكده. فهو في ده اللي انا كنت بفكر فيه انت عارف دلوقتي ان تركيا طبعا يعني فنربخشة كان متواجد في اليوروب ليج، جالاتا سراي كان متواجد في الشامبيونز ليج، اصبح لتركيا صيت كبير في الكرة العالمية. لا وبعدين يا كابتن هو دلوقتي برضو تركيا، الوضع في تركيا دلوقتي غير الاول، يعني يمكن زمان كنا بنشوف ناس محترفين عربيين كتير بيطلعوا في تركيا وكده. يمكن دلوقتي الوضع مختلف، يمكن الكرة في تركيا دلوقتي اتطورت بشكل كبير جدا، يعني خدت المنظومة الأوروبية شوية مم. في تنظيم الملاعب، وفي نفس الوقت المدربين يمكن ثلاث ارباع المدربين اللي موجودين في تركيا مدربين اجانب كلهم محترفين. مم. وفي نفس الوقت الانديه كلها بتتعاقد مع لعيبه دلوقتي، لعيبه محترفه، يمكن صحيح. نص الدوري لعيبه محترفه. جالاتا سراي هتلاقي عنده 8 لعيبه محترفين اسامي كبيره، صحيح. شنايدر ودروجبا والناس دي كلها. في نفس الكلام فنربخشة، نفس الكلام بشكتاش، وبقيه الفرق برضو نفس الكلام يعني. مم. لكن فالدوري هنا عايز الدوري اكلمك على هنا سمعة اتفضل كمل. اتفضل. فزي ما بقول لحضرتك الدوري هنا، خصوصا الدوري الممتاز هنا يعني بقى محط انظار ناس كتير قوي خصوصا في اوروبا، يعني يمكن الناس كلها بتتكلم بشكل كويس عن الدوري التركي، فاتمنى يعني ان انا اكمل ان شاء الله باذن الله. وسمعة اللاعب المصري كويسة في الدوري التركي، شفنا قبل كده اه احمد اكيد حسن طبعا، وشفنا انذار اكيد السقا. طبعا يا كابتن. يمكن هنا الناس كلها لحد وايمن النهارده عبد الناس العزيز. كلها بتتكلم على الكابتن احمد حسن، كابتن ايمن عبد العزيز، كابتن عبد الظاهر السقا، كابتن بشير التبعي. صحيح. دي من النماذج اللي هي علمت هنا في تركيا من اللعيبه المصريين. يمكن في لعيبه مصريين كتير طلعت تركيا، لكن دي من الناس اللي قعدت كمان مده كبيره جدا في تركيا. احمد، في حد كلم حسام، في حد كلمك من الفرق الكبيره التوب في تركيا او الفرق وسط الجدول؟ لا هو انا كان في كلام من الفتره الاخيره دي من نادي انطاليا سبور ده. اللي هو الفرقه اللي كانت في متصدر الدوري في بدايه السيزون وبعد كده اه بقت وسط جدول دلوقتي.
وكان في فترة برضو الأخيرة دي كان في كلام من نادي اسمه ميرسن، بس ميرسن دلوقتي يعني يعتبر بتزايل الدوري يعني. لا خلينا في وسط الجدول احسن يا حسام. ربنا يكرم يا كابتن ان شاء الله. يمكن انا اتمنى يعني بالنسبة لي، انا اتمنى ان انا لو هكمل في تركيا اوعى ترجع، اوعى ترجع يا حسام ان شاء الله باذن الله. تبقى البدايه اما ان شاء الله اروح فرقه كويسه، اما لو كده ممكن اكمل مع فرقتي هنا. يمكن زي ما بقول لحضرتك، يمكن انا اتاقلمت هنا على الجو وعرفت وضع النادي والكلام ده، وفي نفس الوقت الناس هنا محترمه جدا يعني في التعامل. عاوز نصيحتي؟ اتفضل يا كابتن. نصيحتي الشخصيه؟ اتفضل. لو اتعرض عليك ملايين هنا في مصر ما ترجعش ان شاء الله باذن الله. اتمنى كمل في طبعا اوروبا. يا كابتن اي لعيب في مصر دلوقتي، زي ما حضرتك كنت بتتكلم مع احمد رفعت من شويه، لعيب كويس ولعيب موهوب وربنا يكرمه ان شاء الله ويطلع يكون في مكان كويس. كل اللعيبه بتتمنى ان هي تطلع بره مصر، فانا شايف ان ربنا كرمني يعني عندي فرصه كويسه وكده، فان شاء الله مش هحاول ان انا اخسرها يعني. حافظ عليها ان شاء الله. المشكله حسام ايه؟ المشكله ان معظم اللعيبه في الوقت الحالي بيبص لك ان انت خرجت بره مصر. اوكي؟ دلوقتي اللعيبه مش عارفه تخرج بره مصر، وبعدين لما بنخرج لو جيت رجعت مش هتعرف تخرج تاني. فانا بقول لك ركز، خليك في تركيا. تركيا محطه كويسه جدا 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 على الساحه العالميه، زي ما انت ذكرت فيها 3 4 انديه كبار جدا في الوقت الحالي. اتمنى لك التوفيق يا حسام واستمر زي ما انت فيه. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا. وانا مبسوط وسعيد ان انا كنت مع حضرتك، وسعيد اكتر من التواجد مع حضرتك يعني. ربنا يخليك يا حسام. كابتن حسام حسن لاعب بريزا سبورت، كل التوفيق لك ان شاء الله في الدوري التركي، وان شاء الله في الدوريات الاخرى الاوروبيه ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله لكابتن خالد نجومنا ان شاء الله في سواء الشباب ان هم عماد الكره المصريه في الفتره المقبله، اذا كان حسام حسن، احمد رفعت، محمود كهربا، صالح جمعه، ايا كان، محمد صلاح، محمد النني، ايا كان هؤلاء عندنا من المنتخب الاولمبي طلع النني وطلع حجازي وصلاح وحسام حسن. بالتوفيق ليهم ان شاء الله. فاتمنى يا رب باذن الله التوفيق ليهم، يا رب كده باذن الله ما يرجعوش. ما كناش بنسمع الحاجات دي زمان، يرجعوا منتخب بس ان شاء الله يا رب باذن الله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا. قول لنا بقى الانترنت اسرع ازاي مع لينك ماكس؟ لينك ماكس بيخليك تتحكم في سرعه الانترنت بمزاجك. يعني مثلا لو احنا عايزين ننزل اي حاجه زي سوبرمان